مرحبا أعزائي المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. اليوم رح نعمل مع بعض سمك فيليه. أنا جايبة كيلو سمك فيليه، هون أظن اسمه قشر بياض. رح نتبله بالمكونات التالية اللي هي عصير ليمون، 3 حبات ليمون، 4 حبات زي ما بتحبي، معلقتين توم مفروم أو مطحون. وعندي البهارات الأساسية عندي للتتبيلة: كمون، فلفل أسود، شطة حمراء، رشة قرفة وملح. هاي هلأ هنتبل السمك بالبهارات هاي كلها مع الثوم والليمون، وبدنا نتركه ساعة أو نص ساعة زي ما بتحبي، وبعدين رح نقليه. هلأ أنا تبلت السمك بالبهارات اللي قلنا عليها والليمون والثوم، رح أتركه ساعة أو نص ساعة، وبعدين رح أحضر الطحين أو الدقيق، أحط عليه كمان رشة ملح وثوم باودر وقبل ما أقلي. هلأ بعد ما تركت السمك ساعة بالخليط اللي عملناه مع بعض، جبت هنا نفس الشي كيس نايلون، حطيت عليه دقيق وخلطت معه شوية ملح ثوم باودر، وبعدين راح أبدأ أتبل السمك. الزيت عندي عم بقلي عشان على طول راح نقليها. ما بينفع تترك السمك بالطحين وتبدي تسخن الزيت، لازم يكون عندك الزيت اوريدي جاهز عشان نبدأ نقلي على طول. طبقنا لليوم صار جاهز، سمك مقلي، وممكن تقدمي جنبه رز. في طبعا فيديو تاني انا فرجيتكم كيف طريقة هذا الرز، وكمان في عنا بقدونسية، كمان في وصفة إلها ممكن تشوفوها طبقوها. وبتمنى انه يعجبكم وتشاهدوا صفحتي وتقولوا لي رأيكم. صحتين وعافية.